بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الله أكبر وتحيا مصر، وهذا هو شعار الكتلة الوطنية حبا في مصر منذ تدشينها وإشهارها وتوثيقها الخميس 27/6/2013. هذا هو شعار الكتلة 27/6/2013. الله أكبر دي اللي ربنا أكرمني وأحمل بسببها أعلى وسام شرف في أكتوبر 73 مع شهادة خدمة ممتازة وبلاء حسنا في العمليات الحربية. من ضمن المكرمين من الزعيم الأب والقائد كبير العائلة المصرية محمد أنور السادات رحمه الله عليه، ومن الملك فيصل السعودية أبطال أكتوبر 73. وسافرنا وتم تكريمنا وقضينا العمرة والحج هناك، وكان رئيس بعثتي الفريق المشير محمد عبد الغني القمصي وزير الحربية والدفاع. وعشان كده قلنا الله أكبر اللي احنا عبرنا بيها. تحيا مصر، نموت وتحيا مصر وشعبها العظيم. فخر لينا إن احنا أسسناها قبل 30/6 ب4 أيام. الدنيا طبعا لو قلنا نعمل كشف حساب انا هقوله سريع كده في الايام الاولى لغايه النهارده، اللي عايز يسال. احنا عندنا الوقائع والمستندات لخدماتنا اللي قدمناها لمصر والشعب جوه مصر وبره مصر. حتى نهايه عام 2013 عندنا ناس اصيبت وناس استشهدت وهي بتدافع عن الاماكن الشرطيه في مصر. كنتوا عارفين ايه اللي بيحصل يعني. نيجي بقى في يناير 2014، كل الناس اللي عاملين دلوقتي رؤوسها فوق وكيانات واللي زي ما انت عايزه تقول قولوا، كانوا حاطين دماغهم بالكامل في الرمل. الكيان الوحيد بفضل ربنا هي الكتلة الوطنية حبا في مصر، اللي عقدت مؤتمر موسع كبير جدا في بنها قليوبية، واختارت بالإجماع الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي رئيسا شرفيا للكتلة الوطنية حبا في مصر مدى الحياة، وأنا رئيس تنفيذي. بلغناه 1 فبراير بالقرار، فهو خد تحيا مصر. تحيا مصر طالعة من الكتلة الوطنية حبا في مصر. اللي الناس ما تعرفش أساس تحيا مصر، هم بيرددوا كده بيطبلوا، لكن دي من 27/6/2013 كانش بيجيب السيسي ولا حاجه. السيسي ما كانش عايز يبقى رئيس جمهوريه على فكره، كان مكتفي بوزير الدفاع. ضغطنا عليه وهو لبى النداء بتاع الشعب. واول مؤتمر اتعمل للمشير عبد الفتاح السيسي رئيسا وزعيما لمصر كانت الكتله الوطنيه حبا في مصر. عقدناه في مسقط رأسه في الجمالية في السوراد الكبير قدام مسجد سيدنا الحسين. حتى وانا رايح في الطريق زميل لينا قابلني كلمني في التليفون وقال لي رئيس الحي عايز يهد السوراد. قلت له خليه يهده وانا جاي في الطريق. فقال لي طب هو مع حضرتك؟ فقلت له مين؟ قال لي انا اللي هو صلاح رئيس حي الجمالية. قلت له قال لي انا هديت لي تمرد والوزير يقول والتاني يقول لا لا، انا اقول لا، يبقى هي كلامي يمشي. قلت له السرادق عندك وهده، شوف انا اعمل ايه في وزيرك مش فيك انت، واللي اداك رتبه لواء ظلم مصر. انا عايز اجي الاقي السرادق مهدود وشوفني هعمل فيك ايه انت وزيرك. ده مندوب السيسي قاعد بقاله ساعتين عندك عشان منتظرني. ادي السرادق. كان الغرض من المؤتمر كان حاطه طبعا لا يقل عن 4000 واحد واحده ما شاء الله. وزميلي اللي كلمني في التليفون وقال لي ده عايز يهد كان رئيس المحكمه العسكريه. قلت له سيبه يهد. لما رحت قلت فين رئيس الحي؟ طبعا الناس شغاله بيعملوا السرادق يعني. فلقيت واحد جالي قال لي انا المهندس احمد سيادتك بعد ما كلمت اللي هو صلاح ساب التليفون وجري وسابني انا هنا صدرني. قلت له طب انت ما هديتش ليه؟ قال لي هدي للناس كلها الا حضرتك. لقيت المندوب جاي من جوه قال لي انا اللي هو فلان مندوب المشير السيسي. عمل السرادق
حضروا لا يقل عن 4000 واحد وواحده، وضغطنا على عبد الفتاح السيسي علشان ينزل رئيسا وزعيما لمصر. علشان كده كل الناس يقولوا على عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، الكيان الوحيد الذي لم ولن يلقب عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهوريه، بل زعيما شعبيا، لانه جه باراده شعبيه. والرساله دي بالمناسبه انا ببلغها من خلال حضراتكم للمجلس العسكري. الشعب ما انتظرش قرار المجلس العسكري بترشيح عبد الفتاح السيسي. ما انتظرناش الكلام ده ابدا. طلعت الملايين تنادي على عبد الفتاح السيسي وتستغيث بيه. فما كان منه الا انه لبى النداء، فاصبح زعيما شعبيا. فبقى المجلس العسكري مغلوب على امره ورشحه عبد الفتاح السيسي. ببلغ بقى المجلس العسكري لو هو السنه دي في الانتخابات اللي جايه ما اداش موافقه لعبد الفتاح السيسي، لم ولن ننتخب اي واحد يقدمه لنا المجلس العسكري غير عبد الفتاح السيسي. اذا وافق لعبد الفتاح السيسي فيبقى خير وبركه. المجلس العسكري ما وافقش لعبد الفتاح السيسي، فاحنا هننادي تاني على عبد الفتاح السيسي، ويبقى باراده شعبيه اقوى من عام 2013 14 باذن الله. فاحنا مش منتظرين قرار المجلس العسكري بترشيح حد رئيس جمهوريه. الشعب مش عايز منه قرارات. احنا لا نعرف غير عبد الفتاح السيسي. وبقول لعبد الفتاح السيسي باسم حضراتكم، باسم حزب العمل الاشتراكي اللي انا اتشرف برئاسته، وبرابطه العسكريين المتقاعدين والمحاربين القدماء، يا عبد الفتاح السيسي سير في طريقك المحبوب، تدفعك الامال ويحييك الابطال، والله لك نعم المولى ونعم النصير يا عبد الفتاح السيسي. احنا مش منتظرين قرار مجلس العسكري، واي حد المجلس العسكري هيديله قرار ينزل رئيس الجمهوريه بدل عبد الفتاح السيسي، احنا مش هندي كشعب، واحنا ظهير للشعب، مش هندي اي واحد بخلفيه عسكريه غير عبد الفتاح السيسي. اي واحد تاني مش هنديله اصواتنا، لان كل الكيانات من حقها تنزل. لكن اذا كنت يا مجلس عسكري ادي لعبد الفتاح السيسي، ما تديش عبد الفتاح السيسي، مش هندي اللي انت هتنزله لنا ابدا ولا صوت. وعايزين لجنه من بره من جوه رقابيه، لان احنا ما بنزورش. اراده الشعب اللي هتطلب عبد الفتاح السيسي، مش المجلس العسكري اللي يفرضوا علينا. الحاجه الثانيه ان احنا طبعا قبل ما بعضكم يجي احنا وقفنا دقيقه تكريم للراجل الاول في الامن في مصر، محمود بيه توفيق وزير الداخليه. لان لما بيبلغوا اي تقصير في حق المواطن من اي راجل شرطه صف او امين او ضابط ايا كان رتبته، ما بيديش جزء، بيفصل من الشرطه. بيفصل فعلا. وده بيذكرني بالمرحوم احمد رشدي. تعيش كان في يعني لغايه النهارده في الراجل ميت بقاله قد ايه؟ لغايه النهارده من السيره بتاعته الشباب والجيل اللي طالع بيحب احمد رشدي. محمود توفيق نهج احمد رشدي في محاسبه الراجل الشرطه اللي فعلا يخرج عن التقاليد الامنيه ضد المواطن. لما بيبلغوا حاجه ما بيسكتش وبيفصل، ملوش دعوه بالسن، انت 30 50 40 بيفصل. فدي حته كويسه. وانا من خلال حضراتكم ببلغ كل رجال الشرطه في مصر انهم فعلا يتبعوا اسلوب قدوتهم، فانه بيحافظ على كرامه المواطن ويحمي المواطن من ظلم رجال الشرطه الضعاف النفوس. طبعا انا بقول الاعلام والصحافه والفن بنقول هو نور لمن لا نور له. وانا حزين قوي ان الاعلام في مصر بكل اوجهه والفن مش هقول هابطين، فاشلين وساقطين. الفن زمان كان بياخدوا منه حاجات يقوموا الناحيه الاجتماعيه. السلام عليكم. انا اسفه على التاخير يا فندم. الحمد لله على السلامه. الفن زمان كانوا بياخدوا منه حاجات يعالجوا بها النواحي الاجتماعيه بتاعت الاسر. الفن النهارده بيشتغل على هوايا وهواكي بس. اللي انا عايز اقوله للناس اللي بيقولوا انا النهارده وحضرتك بتعملي حديث، انا ما قلتش لحد يقول ايه ولا اعمل حاجه، بس حاجه طبيعي. لان احنا لنا مبدا وبنشتغل في النور. اما اجي بقول الاعلام هو نور لمن لا نور له،
اذا اللي بيقول اي حاجه وبيردد اي حاجه فهو في ضلمه، فيقول اللي هو عايزه، ودايما الحرامي يمشي في الضلمه، لكن اللي في النور ده ما ينفعش. عشان كده عايز الاعلام في مصر بكافه اوجهه يبقى فعلا نور لمن لا نور له، يكشف الحقيقه. كان زمان فيه سبق صحفي واعلامي، الجدع اللي يجيب خبر قبل التاني، ده ممكن الواحد يدفع عمره بس يجيب خبر قبل ما انت تجيبيه ويبقى سبق صحفي. كنا بنقف عند بتاع الجرايد نحتار نجيب جورنان ايه، لان كل جورنان بعنوان يشد ويجذب. النهارده لا بتشوفي قناه ولا بتشوفي جورنان، لانه كله سيستم واحد، واللي هنا هو هنا، لا ما ينفعش. كانت الناس بتستفيد من كلمتين وبس بتاع فؤاد مهندس، كانوا بيستفيدوا من احمد رجب سافر، مصطفى حسين. وانا سعيد جدا ان احنا كنا في تكريم من حوالي اسبوع تقريبا في المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، وكرموا روح مصطفى حسين، وكرموا روح اللي هو احمد رشدي وزير الداخليه. ده الوفاء، عشان كانوا فعلا ناس وطنيين بحق، مش عايزين حد يطبل. المطبلاتيه بيضللوا الحاكم. الكتله تمتاز فان هي عيون صادقه للحاكم، لان احنا محتكين باللي فوق قوي واللي تحت قوي والصغيرين قوي، وبننقل الصوره على حقيقتها. لا نريد منكم جزاء ولا شكور، احنا عايزين وجه ربنا. والزعيم السيسي عايز الصوره حيه وصحيحه ومصداقيه فيها توصل له. اتمنى الاعلام يكون على وعي اكبر ويثقف الشعب اكتر، بدل ما يقعد يهاجم ده ويهاجم دي ويهاجم ده. ليه؟ مفيش وقت للشتيمه. ما احنا شتمنا قطر وشتمنا تركيا وشتمنا مش عارف مين، خدنا ايه من الشتيمه؟ النهارده موقفكم ايه لما الرئيس بيقابل ده ويقابل ده؟ هنرجع نقول بقى لما كنا بنقول وحش هنقول عليه كويس؟ يبقى انت منافق البعيد، ما هو كذاب كده. خليك ليك مبدأ. دي حاجات سياسيه سيبهم السياسيين يتصرفوا، لكن انت وعي الشعب في وانت قاعد على الشاشه وانت بتدخل كل البيوت، وعي ثقف الناس. ولا غلط الكلام ده؟ انا بصراحه يعني الناس النهارده بتوج وبتسيب كل القنوات وتدور على اي قنوات تقول لها الحقيقه. لازم قنواتنا تكون كاشفه للحقيقه، ما نخافش من حاجه، لما اعرفها منك غير ما اعرفها من جيراني. حتى لو اعدائي، ما انا عايز اتفرج واسمع، انت ما بتجيبيش حاجه. ولو قدمت قلبت على قناه ثانيه اسمع اللي هنا هو اللي هنا، لا انا عايز اشوف حاجه جديده. احنا عايزين اعلامنا يثقف الناس، يوعي الناس، ويكون امين. سيبونا بقى من التطبيل والكلام ده، عشان الزعيم فاهم المطبلاتيه على فكره، معروفين وهيخلص منهم قريب ان شاء الله. فاحنا قلنا طبعا رسالتنا للزعيم السيسي باسمكم، عايزين نقول احنا نختلف عن النيجر. احنا مش قافلين على نفسنا، احنا منفتحين على العالم. بس انا بخبرتي ورؤيتي بيبقى عيوني على دول العالم. النيجر انقلاب عسكري، لان ده هم بيأمنوا رئيس الدولة. الله، لما انا اللي بيأمنني هو اللي حبسني، طب فين الامان والاستقرار؟ معلش يعني. يختلف عن مصر بقى. الاعداء والموردين بيقول لك انقلاب مصر، لا مش انقلاب. هم ال 30 مليون ولا ال 35 مليون ده انقلاب؟ ده الشعب اللي طالب عبد الفتاح السيسي، وعبد الفتاح السيسي يلبى النداء. عيب. يعني لازم الاعلام يلفت نظر الشعب. الشعب غلبان بس عايز حد يثقفه، يزقه زقه قدام، ما نقعدش نشتم بعض. واي واحد مترشح عايز يترشح كمان يترشح، يجيبوا لجان من بره تراقب. ما هو الحرامي مش عايز حد يراقب، احنا على المكشوف والشعب هو اللي هيختار. وبعدين السيسي النهارده صاحب خبره. لو جينا لايام زمان محمد انور السادات رئيس السادات دور على الخبره، جاب مين؟ جاب حسني مبارك كخبره عسكريه وقائد له تاريخ مع الاعداء. اسرائيل تحترمه، قالها اسرائيل يحترمه جدا، لكن علمه السياسه. اول ما جابوا نائب رئيس جمهوريه سلمه للدكتور اسامه الباز، قال له علمه السياسه. اسامه الباز كان بيعلم مبارك 6 سنين نائب رئيس جمهوريه، وكان السادات عامله مكوك مع رؤساء الدول
عشان يعرف الدول ويعرف يتكلم ويتفق كده يعني. الخبره، انا اجيب واحد لسه يقول تاتا تاتا ما ينفعش. مصر كبيره وغنيه مش فقيره، وكرامتنا عاليه للسماء، عمرنا ما مدينا ايدينا لحد. احنا كنا بندي حتى امريكا منح لا ترد، وللسعوديه، وكانت الكعبه فرشها والكسوه بتاعتها تطلع من مصر. مصر غنيه وكرامتها غاليه. ما ينفعش النهارده دوله تيجي تقول لك احنا بندعم فلان رئيس جمهوريه، وهندعم، ودوله ثانيه تقول لك هندعم فلان رئيس جمهوريه. اي دوله تتدخل في اختيار رئيس جمهوريه مصر، انا هطالب الشعب يحاسب الجاليه بتاعت الدوله دي اللي في مصر، وكل السلع بتاعت الدوله دي الشعب يقاطعها. مش عايزين تدخل في شؤوننا ابدا. احنا اصل العرب واصل الدول دي كلها، والسادات قالها احنا اصل العرب وهم ينحازوا لينا ويلقبوا نفسهم بالعرب المصر، مش احنا اللي نلقب نفسنا بيه. السادات الله يرحمه قال هذا الكلام. فالنيجر ده انقلاب عسكري ما فيش كلام فيه، بس انا ضد الضربه ككتله، ضد ضربه عسكريه عشان يرجعوا محمد بازوم الرئيس المحتجز، لان ممكن يقضوا على حياته، هيخسروا الدنيا وبعدين دوله مستقله. يعني انا ضد الضربه اللي تحصل في النيجر دي، هتقضي على حياه محمد بازوم وعائلته. يقول لك مات انتحر اي حاجه بقى، ما الدوله بتاعتهم زي ما هم طلعوا 1000 ولا 2000 قرايب الناس بتوعهم من المجلس العسكري يقولوا احنا بنأيد المجلس العسكري. ده تأييد بعد ما قاموا، لكن احنا نختلف ان الشعب اللي طلع وطالب السيسي يجي عشان نصحح المفهوم للناس. طبعا في نغمه طالعه دلوقتي يقول لك ان الحكومه لازم تستقيل، هي اللي ضيعت البلد. احنا ككتله لسنا مع اقاله الحكومه ولا اي مسؤول. لابد من محاسبه المسؤولين ونشوف ارصدتهم جوه مصر وبره مصر، لان هم مهربين الدولارات ومهربين كل حاجه بره في البنوك اللي بره، وسابوا مصر متعطشه سوق عطشان. اولا لما بيقبض فلوسه ما بيصرفش منها مليم، هو واكل، هو عيلته واكل شارب نايم علاج مواصلات فسحه غيره على حساب الدوله، على حساب حسابه. فلوسه بياخدها ما بيشوفهاش، بيوديها البنوك، والبنوك اللي بره يا ريت بيحط في بنوك مصر، طب بيهربها بره. يا اما يرجع فلوسه والدوله ترجع، يا اما نطالب الدول اللي عندهم ارصده الناس دي يصدروها ليهم، ما يدوهاش لاصحابهم. ما هو احنا مش طايلينها، بس علشان يتعلموا ازاي يفيدوا مصر. اشمعنى الدولار النهارده؟ عمر مصر ما اشتكت في انعدام الدولار في مصر. في نكسه 67 ما حصلتش هذه الازمه. وكان في ناس وطنيين اذا كانوا مقاولين او فنانين كانوا بيعملوا حفلات بره يجيبوا دولارات لمصر بايدهم بدون تعليمات، وحي من ضميرهم. ام كلثوم وعثمان احمد عثمان وغيره. لكن النهارده بيعملوا حفلات في اي حته، ما فيش واحد اتبرع بحفله لمصر بإيرادها يعني. فانا مش مع اقاله الحكومه ولا تغيير الحكومه، خاصه ان باقي مش شهور، ده انا بعتبرها ساعات على انتخابات اذا كانت رئاسيه او برلمانيه او الى اخره. ما فيش وقت اغير واجي تاني في الانتخابات، اغير تاني. لا، ده احنا نحاكم الاول ونشوف ارصده الناس دي ايه. واي واحد حتى رئيس مصنع استلم المصنع فيه خزينته قد ايه، والنهارده سايبها فاضيه ولا فيه عمل ايه؟ محاسبات للكل. بس لازم نجيب ارصدتهم بره مصر وجوه مصر، حتى بارصده الاسر بتوعهم. ما تسيبش التهريب شغال كده. لا، مصر ما تستاهلش ان الناس تلعب عليها يعني. مين حضرتك اللي هيعمل كده؟ نعم. مين حضرتك اللي هيعمل كده؟ عايز رايي؟ اتفضل. الزعيم السيسي بعد ما يشيل الناس دي بالكامل غير مصرح لهم يسافروا بره مصر ويجيب الارصده بالكامل. انا مش هيظلم، هشوف ارصدتك فين وانت مطلعاها بره وجبتها منين كلها. السؤال اللي حضرتك قلتيه ده جميل جدا، بس طب ليه ما حصلش بقالنا كام سنه؟ السيسي لا، بقاله كام سنه تنصيب؟ احنا كنا في عنق الزجاجه، لا عارفين نطلع ولا عارفين ننزل. انا بقول لك بامانه كنا مزنوقين في العنق، لا عارفين نطلع ولا عارفين ننزل. لكن النهارده البلد في استقرار بنسبه 80%، بلاش نقول 100%. تمام؟ لان الارهاب ما تقدرش عليه.
لا طبعا الارهاب في كل مش مكان. كله ولو الارهاب اتقضى عليه تتشال الخرسانات اللي محطوطه مصدات في كل الاماكن الحساسه في الدوله. صح ولا غلط؟ صح. الارهاب موجود وفي سيناء موجود وفي كل حته موجود. فنقول الاستقرار والامان 80%. فلما وصلنا ل 80% يبقى نجيب بقى الناس اللي كانت على الكراسي دي واللي جبناها. انت ارصدك انت جاي لي بكام وماشي من عندي بكام؟ فلوسك جوه مصر ولا بره مصر؟ حاجتنا جوه مصر ولا هربتها بره مصر؟ اثار وغير اثار. اعمل كشف حساب لكل واحد وكل واحده. لازم علشان يبقى في تطهير كامل. وانا يمكن الكيان الوحيد اللي قلنا في بدايه هذه الحكومه كوكتيل ومش هتبني مصر. هو حضرتك فعلا حصل تطهير، بس حصل تطهير لايه؟ لاعضاء مجلس الشعب، لرجال الاعمال، انما ناس من الحكومه كحكومه. وحضرتك لسه دلوقتي بتقول ان هم بياكلوا على حسابي وحسابك. وبيلبسوا بياكلوا وبيلبسوا على حسابي وحسابك وعاينين فلوسهم. وتموين العربيات بتاعتهم الخاصه. وفي ناس مش لاقيين اللقمه. ما انا بقول عشان كده. هم فين من ده كله بقى؟ مفيش. ما هو علشان فخامة كده الرئيس فين من ده كله؟ انا هقول لحضرتك. اشمعنى رجال الاعمال اللي اتحاسبوا؟ اشمعنى اعضاء مجلس الشعب اللي اتحاسبوا؟ الحكومه ما اتحاسبتش ليه؟ ليه؟ اولا الزعيم السيسي مش هيعرفك ويعرفني ويعرف فلان وفلان. بس اكيد له عيون سهرانه. معلش برضه العيون دي ممكن يكون صاحبي او صاحبي. انا بقول لكم الوزير الداخليه لما بيوصل له حاجه صح بتوصل له شخصيا بيقطع رقبه اللي اثر في حق المواطن. ماشي. الزعيم السيسي ما بيوصلوش كل حاجه صح. حضرتك تقدر توصل له. حضرتك رجل عسكري معروف. انا مواطن غلبان. الحمد لله. انا مواطن غلبان. لا احنا كلنا مواطنين غلابه. احنا كلنا مواطنين غلابه، بس بنخدم الشعب وبنخدم بعضنا. احنا المفروض نخدم الشعب وبنخدم بعضنا. وان كان في جهه واحده بس الوقت حضرتك بتقول وزير الداخليه هو اللي شايل الليله القدوه. امال الوزارات كلها ما شاء الله على مدد الشوف يمكن 50-60 وزاره، فين هم من في اكتر من وزاره الاوقاف اللي هتخاف ربنا. اكيد صح. انتوا ما حضرتوش الكلام ده. السادات جاب الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير اوقاف. قبل شهر ما ينتهي قدم استقالته وقال له يا ريس استقالتي. قال له ليه؟ قال له ده الفساد غطى دماغي في وزاره الاوقاف، ده كلها فساد. تعالج ايه ولا ايه؟ ما قدرش ويقدم استقالته. يعني الشعراوي قعد شهر واحد. الاوقاف من 10 ايام. سنه. حصل ازاي وانت ناقله كل مستنداتك الهامه كمان بالذات في العاصمه الاداريه، وبعدين الحريق يوصل لغايه السطوح فوق، وانت جنب القصر الجمهوري عابدين وجنب محافظه القاهره، وفين المطافي وفين الكلام ده عشان النار توصل لدورين 3 والسطوح. ده لازم يتم تحقيق كامل. الحريق ده كان عباره عن ايه يا جناب انا ما شفتوش. يعني سمعت عنه ايه اللي لا انا ليا رؤيتي كراجل امن ومصري اصيل. انا جنب اماكن حساسه، قصر ومحافظه، وبعدين شرطه المرافق. الكلام ده قبل ما ينقلوا المدينه الاداريه الجديده. ازاي ده المطافي اول الدخانه ما تطلع تكون المطافي راح تطفى. مش تسيب يعني الولعه شغاله في مستندات الله اعلم. ما هو انت دلوقتي سبت الناس يعني قضوا على تاريخ يا فندم. دي فيها حاجات انت بتنقل. انا النهارده لما اجي انقل من هنا باخد على الاقل طلبات الجماهير الاول في ايدي. اسيب ايه؟ اسيب الخشب لو ولع لا قدر الله مش مشكله، بس اخد المستندات. اللي ولع ده مستندات. ازاي تنقل وتسيب لي مستندات الناس اللي هم اصل الاوقاف دي يعني ايه؟ انت سايبه ارض، سايبه بتاع وقف لصالح الناس. المستندات دي راحت فين؟ اتولعت. سايب لي تنقل عشان لما الحاجه تتاخد بعد كده يبقى ملهاش معلم. انت تحط ايدك على اي ارض بقى. وضحت. ما هو دي انت اديتي فرصه للشعب يقول اي حاجه اذا كان جوه مصر او بره مصر. انا بقول لك جنب قصر جمهوري عابدين، وجنب محافظه القاهره، وجنب شرطه المرافق، وجنب المطافي، واسم عابدين. يعني حد يجي يتطلب بارضه بعد كده انت مالكش حاجه المستند خلاص. لا المستند دي مش ارضها ولا ارض. مفيش مستند. فطبعا دي حكايه اهمال ولازم يتحكم فيها وزير الاوقاف. طب ما في حاجه جديده يا جناب اللي هو حضرتك الوقت الكمبيوتر مسجل على السيستم بتاعته كل بيانات الدنيا كلها. انت مسجله بس المستند اللي انت ناقله منه مش موجود. امال ايه اللي ولع؟
ما انا ممكن انزل الكمبيوتر أي يعني حاجة. بيقضوا على تاريخ انا مش عارف، انا توقعاتي كمواطن. من توقعاته يعني، لكن هو ما بس النار ازاي توصل لدور واثنين وثلاثه والسطوح وانت جنب اماكن حساسه؟ يعني لو في حريقه في قصر عابدين كانوا سابوها؟ لو مكتب محافظ القاهره ولع هيسيبوه؟ يعني ازاي تسيب البتاع عشان وبعدين تقول لي ماس كهرباء؟ اولا كان في يوم قبلها يوم عطل، يوم جمعه تقريبا، والولع السبت. اليوم ده كان حلو وكان الساعه 11 الصبح الولع ولا 10، يعني حتى ما لحقش يسخن التكييف. معالي السفير مفيش حريقه حصلت في مكان الا وكان ليها مغزى. مظبوط. عايزين يداروا مصيبه، عايزين يداروا حاجه، أقول أهو. وده معروفه للناس كلها. تمام. حضرتك من شويه بتقول بالنسبه للاعلام يعمل توعيه. في ناس يعني قله قليله من الشعب، ناس غلابه جدا، لا بيفهم حاجه، لو عندها تلفزيون او عنده تلفزيون ممكن ما يعيش الكلام اللي بيتقال في التلفزيون، في النشره، في الحاجات ديت. اماكن نائيه، بلاد نائيه كده. حضرتك تقول ايه للاعلام يوعي الناس دي ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ يعني هاجي مثلا اقول لك على حاجه، هاجي النهارده بجيب قدوه مسيحيه كلمني عن الاثار القبطيه في مصر، زي السيره. الذاتيه، لا السيره، الهلاليه، العيله المقدسه مثلا. العائله المقدسه. مم. تمام. المسار بتاع العائله المقدسه الكل هيقعد يسمعه، صح؟ اه تعالي قولي لي الاثار الاسلاميه عندك ايه؟ الجوامع ايه؟ مين عمر بن عمرو بن العاص؟ بدل ما اقعد اشتم في بتاع قطر واشتم في بتاع تركيا واشتم في مش عارف في مين وواحد مرشح اشتمه، انا مالي؟ من حقه بدل بيدي صوته من حقه يترشح. وانا راجل سليم. طب ما كان ناس ضد عبد الفتاح السيسي، الملايين طلعت ضد عبد الفتاح السيسي، في ايه؟ العالم كله شاف ولا ما شافش؟ اللي عايز ينزل الانتخابات يروح ينزل، ما قللش من شأن حد. زي ما يقال مثلا ايه؟ يعني احنا اولا الكلمه الحره والنقد البناء يتبناه الزعيم الشعبي عبد الفتاح السيسي شخصيا ويدعمه. انا بقولها بامانه. هو ما بيقولش لحد بيتكلمه او ما تكلموش، لكن الناس بتخاف تتكلم. هو كمان، طب انا اعمل له ايه؟ خايف يقول كلمه حق، مع انك انت المفروض كراجل سياسي او رئيس كيان او مسؤول تقول الصوره حقيقيه علشان الزعيم يسمعها. لو مفيش حد بلغه يسمعها مني ومنك من التاني، ولا غلط كلامي؟ فان اللي عايز يشوف الكلمه الصادقه وحريه الكلمه الصح هيلاقيها على صفحتنا في الخط الاحمر اللي المواطن عايز يقوله وخايف يقول. الناس مخوفينه وهو هتتكلم. هو الراجل ما قالكوش ما تتكلموش، بلغوه، قولوا، كلموا. فالاعلام ساكت خلاص. فانا باجي النهارده بسمع يا استاذ سلوى مثلا يقول لك لو واحد تخين ده يبقى ما بيشتغلش. انتوا سمعتوا كده؟ انا مش مع دي ابدا. ليه بقى؟ كان الدكتور عاطف صدقي رحمه الله عليه رئيس وزاره ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، كان عامل شغل ولا ما كانش عامل شغل؟ الوزير كمال حسن علي مدير سلاح، وزير دفاع، وزير خارجيه، رئيس وزاره، كان شغال ولا ما كانش شغال؟ وتقريبا احسن حكومه كانت حكومه عاطف صدقي. الدكتور حسن توفيق رئيس جامعه عين شمس هو درس لي الاداره والمحاسبه، حسن توفيق، وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تخين. نقول لك مين؟ اللواء هتلر طنطاوي امين عام وزاره الدفاع، رئيس هيئه الرقابه الاداريه، كان شغال ولا ما كانش شغال؟ تعالي شوفي الفنانين، حسن الامام، صلاح جاهين، محمود خان، عملوا شغل ولا ما عملوش وعملوا فن. فانا ما ده مش قيد عليه ولا معيار ان ده شغال ولا مش شغال. انا عايز الناس كلها، لان انا محتك بكل الفئات وعارف يعني الناس دي. طبعا انتوا ما حضرتوش الاسماء اللي بقول عليها دي، كانوا تخان لكن ماسكين مصر وماسكين اماكن حساسه في مصر. انا في مره دخلت للواء هتلر طنطاوي كان رئيس هيئه الرقابه الاداريه، رحت له تقريبا الساعه 9 10 بالليل في الشتاء، قلت له انت مش بتتكلم عن نبض الشارع وكلمتك مسموعه مع رئيس وزراء؟ ازاي ترشح دكتور عاطف عليه رئيس وزاره
ونسمع واحد اتنين تلاته. فشد لي بطه وشده من الدرج اللي تحت ملف كده وقال لي اتفضل. ترتيبه كام عندي؟ رئيس وزراء كان ترتيبه رقم 11 او 14 تقريبا. قلت له، قال لي الدايره الحمراء دي ايه؟ يعني انا ساب اللي فوق كلهم وخده هو رئيس وزراء. انا قدمت بس كل واحد درجات، درجته مش عارف رقم 11 او 14 مش فاكر، بس في دايره حمراء. قال لي اهو ده رئيس وزراء. انا مش انا اللي قلت، انا قلت اهو دول احسن فاحسن فاحسن كده مش بتاعتي. قلت له عندك ايه؟ خلاص. وفي مره قلت عاطف عبيد كان اللي بيدخل له المكتب ما يدخلش على المكتب على طول، في باب داخلي ادخلي على البوفيه، ومن البوفيه اللي يجي مثلا يفتح له الحنفيه 50 جنيه من طباق كده زي الدربع يغمزك بيها، اللي لابس فوطه مش عارف ايه. ففي مره بقول له انا عايز اشتغل في كتابك افتح الحنفيه ساعه واحده 50 جنيه في لحظه مش هفتح لك الحنفيه. وضحكنا يعني. فاحنا كنا عايزين حد يكون يعلم بمشاعر المصريين واحساسهم واوجاعهم. لكن كنا بنتكلم. الرئيس مبارك لما كان بيسافر بره في الخارج كان بيتكلم باللغه الاجنبيه بتاع الدوله اللي هو فيها، وهو استاذ لغه. فجيت في نهايه 2008 قلت له يا ريس يا ريت بره ما تتكلمش بلغه اجنبيه. قال لي ليه؟ قلت له يا فندم احنا هنتحاسب يوم القيامه ولما يتوفانا الله باللغه اللي في القران، اللغه العربيه. فاحنا ننشر لغتنا وهم يتعلموا، نفرض عليهم يتعلموا لغتنا العربيه. لو جبت كلام مبارك بره من نهايه 2008 عمره ما اتكلم لغه اجنبيه تاني، لا في مصر ولا بره مصر. ايه رايك؟ ولو كلمه فرت منه لغه يرجع يعدلها ويقول عربي من نهايه 2008. خد بالراي. فانا يهمني ان الواحد ياخد بالراي. الكتله كانت اول كيان طلب من الرئيس مبارك تعمير سيناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة الحاج سيدي. هنجيب كرسي وتعالى بقى. طلبنا من كان الرئيس مبارك كنا في احتفالات اعياد الشرطة في البلاد في اسماعيلية. وكان كل مرة ما بقابله او يسلم علينا وبتاع اقول له سيادتك بتدعم الديمقراطية يا ريس وعايزين حزب العمل الاشتراكي يرجع يعني. فكل مرة اقول له المرة دي انا مش ناوي اقول له على الحزب خالص. فهو بيسلم فقلت له يا سياده الرئيس انا عندي راي ويا ريت سيادتك تسمعه. قال لي قول يا سيدي. وهو واقف جنبه بقى كمال الشاذلي وصفوت الشريف والمجموعه حواليه. فقلت له يا فندم عايزين، ما كانش لسه الكتله، كانت سنه 2008 2009 حاجه زي كده. فقلت له عايزين حزب عمل اشتراكي وانا رئيسه ان يكون احنا نواه لتعمير سيناء. قال لي ازاي؟ قلت له كل عضو نبداه من الحزب العمل الاشتراكي ياخد كل شاب او سيده 5 فدادين يزرعهم والدوله ما تطالبوش بحاجه خالص قبل مرور 2 سنين لغايه ما يبني له بيت ويشغل الارض. نبدا نديله على ساعه طول كده. الحمد لله على السلامه. زي الصح. منورنا دايما. يا جماعه. الحمد لله على السلامه يا استاذ بيه. الحمد لله على السلامه. صوت لنا يا جماعه. صح وسلامه. طيب. صحة وسلامة منورين الدنيا كلها. ساعة السفير منور البابة كلها. ده بابك والدنيا والجيزه منوره بيكم. الله يخليك. انتوا اهل الفرح واهل السعاده كلها. احنا اتشرفنا بحضرتك. الله يخليك يا استاذ بيه. ما منك يا فندم. اتفضل. فقلت له نعمل نواه بان حزب العمل الاشتراكي يا فندم كل عضو وعضوه ياخدوا 5 فدادين من الدوله والوضع ويعمروا سينا. اللي فكره ممتازه يا اباظه، لامين اباظه وزير الزراعه نفذ. ده قرار جمهوري. انا فرحت. ما خلصنا الاحتفال من ثاني يوم على طول بدات جبت استمارات الاعضاء وانكفيت على الارض وجايب الاختام جنبي والاقلام اكتب لكل واحد له استماره 5 فدادين وهم جاي مادي طلب باسمي وهم جاي مطلع قلم تاني ومزكي وخاتم. فرحت. خدت لي 15 يوم ليل ونهار شغال. خدت الاوراق بتاعتي ورحت الوزير. المساعدات عندي على فكره كلها بإمضة الوزير. فرحت له قلت له طبعا سيادتك الرئيس وانت كل حاجه بس واجب ان احنا نعرض على السيد رئيس الجمهوريه يعني. قال لي ده قرار محترم جدا. قلت له طب انا جايب سيادتك الطلب بتاع الاعضاء. بقيت فرحان بقى.
انا قاعد كده وهو كده قاعد يكتب 3 4 كلمات وينتهي ويحط. شديت ورقه اشوف هو كاتب ايه. 4 كلمات كلهم كده واحد. قال السيد دكتور مش عارف محمد ايه كده، دكتور محمد جمعه وكيل اول وزاره الصحه ووافق ولا مانع عند توفر الارض والشروط. قلت له توفر الارض والشروط؟ ده انا بقول سينا. قال لي مفيش شبر فاضي في سينا. قلت له المفروض كله متوزع. قال لي ولا شبر. قلت له طب اديهم في الوادي الجديد، اي صحراء ادينا في الوادي الجديد. قال لا ما هو دكتور محمد جمعه ظبط بس انا عارف ان كلها من الطريق. قلت له طب هيديني فين؟ انا كاتب عايزين. قال لي هو هيبقى ماسك الاراضي هيوزع. لقيت الطلبات كلها بلغه واحده. رحت للدكتور محمد جمعه وقاعد في المكتب في الوزاره. قال لي مفيش، الوزير عارف ان مفيش شيء. قلت له امال ايه؟ ادي الوادي الجديد، شوف لنا اي ارض فاضيه في اي حته ودي منها. دي حكومه الحزب الوطني المنحل. كانوا سايبينها لما يتحط فيها الارهابيين. اهي انا عندي الورق بالمساندات ابنه الوزير محمد جمعه الله يرحمه، دكتور محمد جمعه. يعني اول ناس بتفكر تعمل ايه لمصر بالمستندات عندها. بامضاءاتهم وختمهم والطلبات بتاعتهم. ومسجله هناك في الوزاره لغايه النهارده. فاحنا بندور نعمل ايه لمصر على ارض الواقع. شغلنا شباب 24000 الا 180 واحد واحده في اماكن كلها قطاع خاص. الكلام ده بعد 2014 لغايه النهارده. بس قبل كورونا كنا لو جالي 200 واحد النهارده بكره يستلموا. من بعد كورونا بدا يكون 10 نشجع 2 بتاع. الازمه بدات كبيره قوي بعد كورونا. كان عايزين الوقت اللي ما فيش فيه سياحه نجيب سياحه لمصر. فكانوا ولادنا في الرياضيين اللي في الكتله بيطلعوا يلعبوا الدول بره. فجابوا الكاس فجايين يهدوه لي في المكتب. قلت لهم يا ولاد انتوا جبتوا فزتوا بالكاس؟ قالوا جايين نهديه لحضرتك. قلت لهم مش انتوا اللي لعبتوا ناس ابطال بره في الدول دي؟ قالوا اه. قلت لهم ما عملتوش علاقه قويه مع حد فيهم؟ قالوا عملنا. قلت لهم طب ما تكلموا الواد الفرود اللي فيهم ونعمل بطوله بين الشباب الدول العالم وانتوا على ارض مصر. هم كام دوله؟ قال لي كنا 17 كنا 14. قلت لهم ان شاء الله يجي 10. عايزين نعمل بطوله. ما كذبوش خبر وهم قاعدين كلموا واحد. قالوا احنا بنتكلم مكتب اللواء عندنا كذا وعايزين نعمل كذا. قال له ارد عليك مش عارف بعد ساعه ولا بكره، يعني اداله ميعاد يعني. قالوا احنا كلمنا فلان وده من الكويت وبتاع ووضعوا 1 2 3. وادوا له وهو بيكلمهم قال له خد رقم سياده اللواء معاك. قال له ماشي. فبيقول لي اتكلموا. قلت له كده ما اعرفوش هم مع بعض يتكلموا. تاني يوم لقيت في تليفون جالي. بفتح رقم خارجي خارج مصر. ده سياده اللواء. سمين. قال لي انا كابتن فلان الفلاني فلان بيكلمني عن سيادتك. قلت له اه حصل وانا موجود. قال لي طيب انا اتصلت بالكباتن وكان الكلام ده يوم 4 يوليو 2016 وهم جاهزين يجوا من يوم 9 لغايه يوم 19. يعني المفروض تيجي من 9 10 كده لغايه يوم 19. قلت له طيب يا ريت تخلي الدول بتاعتكم اللي تجيبكم لان انا اللي بصرف على الكتله وكفايه ان انا احجز لكم الصاله المؤقته. قال لي وهو كذلك حاضر. يعني اتناقشنا مع بعض وتعرفنا اكتر واتفقنا. قلت له لو جيتوا يعني اخركم يوصل مصر امتى؟ قال لي يوم 19. قلت له وانا هبدا الدوره بتاعتي يوم 20. اتفقت مع وزير الداخليه ووزير الدفاع ما يجيبوش حراسه على الناس اللي جايين من بره. لا مش شك. ولا شك. لا. عشان كان الكورونا شغال. ولا كورونا ما كانش لسه. كان 2016. كورونا جت 19. علشان لو جبنا امن يبقى احنا ما فيش حواليهم يامنهم ما فيش امن في مصر. بقول لك عشان الشك حضرتك بس ان يقول لك في امن. لا ما لو في امن لا ما هو طبيعي لازم يكون عليهم حراسه لازم. بس اذا كانوا دول فنون قتاليه مش محتاجين امن.
ده هم اللي بيعلموا الشرطه والجيش الفنون التحتيه. فازاي اللي بيعرف حتى بيسالوني الوزراء طب ليه؟ قلت له سيادتك في وقتها بس انا مش عايز حراسه لا جيش ولا شرطه. قالوا ماشي. حجزت لهم صاله مغطاه على حسابي في مدينه نصر، ليست تبع الشباب والرياضه لكن تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه. الناس وصلوا من يوم 9 لفوا المناطق الاثريه بالكامل اللي في مصر كلها، حتى الاقصر حتى ما سابوش اي مكان. يوم 19 وصلوا بالليل كلهم خلاص اتجمعوا. احنا هنبدا دورتنا البطوله بكره 20 والناس شغاله يوم 20 بالليل الساعه 9 او 8 ونص. وزير الشباب قام جاي مكلم النادي قال له اقطع النور على اللعيبه. عمل ازمه لان الناس هيتصلوا بالسفراء بتوعهم. ما الدوله اللي جايباهم جايبني وتقطع عليها النور. فلقيت جالي تليفون الساعه 9 بالليل قال لي المشكله حصل كذا حل المشكله. قلت له ما سيبش وزير الشغل لازم يتم فعلا محاسبته ويسيب الكرسي وانا هتصرف. اتصلت بالناس هديتهم وقلت لهم خلال ساعتين في قاعه غير دي حتى لو القاعه دي قعدتكم ما تقدروش. وحجزت قاعه ثاني في الالويه شبرا الخيمه صاله مغطاه. الناس تنوا ينقلوا في معداتهم فنون قتاليه لغايه اذان الفجر. خدت بعضي ومجموعه وقلت لو وزير الشباب والرياضه راجل يجي لنا هنا. ونبهت على الناس ما يطلعش سليم لانه كده بيحارب مصر. لان انا بجيب سياحه لمصر وبقول في امن وامان. هو بيحارب مصر كده باللي بيعمله. فما يصحش يقعد على الكرسي. قعدت معاهم من الفجر حتى الساعه 2 بالليل ثاني يوم واللعيبه شغاله. لو 21 بالكامل لغايه يوم 22. طبعا ما جاش ولا اتصل. كان نفسي يتصل او يجي وزير الشباب. وقلت مش هيقعد على الكرسي. كان خالد عبد العزيز. لما جه عملنا الاولمبياد وخسرنا كان صرف 400 مليون جنيه عليه وعلى البرتيته اللي خدها الحريم. قلت لازم يسددها من ماله الخاص. لان احنا فشلنا في الاولمبياد وصرف 400 مليون واحنا اولى ب 400 قرش. وساب الكرسي الحمد لله. وعملنا البطوله. حجزت لهم التكريم في 3 في اللي ورا شيبر فندق شيبر اللي هي خاصه بالعاملين المدنيين بتاع الامم المتحده. علشان تعدي هناك لازم تعدي على الشرطه ويقول لك فين جواز سفرك والتاشيره شغلانه يعني. الحمد لله لقوا الشرطه بتهزر لهم. نورت مصر نورت جمهوريه الدوله. وجايب رئيس الاتحاد الفنون القتاليه العالميه من ايرلندا حاضر للمباراه والبطوله والتكريم. كرمنا الناس وقلت لهم النهارده 23 يوليو 2016 هي 23 يوليو 52 هي 30/6/2013 هي امن وامان عبد الفتاح السيسي. انتوا لفيتوا المناطق الاثريه والسياحيه في الجمهوريه. قالوا اه. قلت لهم شفتوا عسكري شرطه او جيش جنبكم؟ قالوا لا. قلت لهم روحوا قولوا في الدول بتاعتكم دي امن وامان مصر. مصر امنه في عهد عبد الفتاح السيسي. شافوا على الطبيعه. يعني انا ما بغذيهمش بحاجه. انت شفت ايه؟ روح اتكلم. عشان نعمل دعايه ان في امن وامان في مصر وفي سياحه في مصر. فانا جبت ككتله جبت سياحه وكلمه امن وامان على الطبيعه لمصر في الوقت اللي مفيش حد قادر يتكلم فيه. ولما اخترنا عبد الفتاح السيسي في 31 يناير 2014 رئيس شرفي وفخري للكتله مدى الحياه اخترناها في الوقت اللي كل اللي عاملين دلوقتي رؤساء كيانات وبهوات وهو دماغهم كلهم في الرمل. اعلنا ان احنا مع عبد الفتاح السيسي. وانه ما ينفعش يرمي نفسه في النار هو وعيلته وبيته ونسيبه. مصر وفيه وتصون الوفاء والجميل. فهي دي الكتله. جبنا سياحه، توظيف الشباب، بندعم مؤسسات الدوله، بننقذ اي مسؤول النقد البناء اللي تبناه فعلا الزعيم الشعبي عبد الفتاح السيسي. ما نخافش غير من ربنا. بنقول كلمه حق. بالنسبه لحضرتك بتقول بناخد اي مسؤول. فخامة الرئيس محدد او وزير الماليه محدد قد ايه لراتب العامل المصري؟ قد ايه؟ ماشي عايز ايه بس؟ ما انا عايزه اسمع حضرتك. يختلف مفيش عداله. يعني ايه مفيش عداله؟ انت ممكن 3000 و200
وانا في مكاني باخد 7000، تمام. ادهم بيه في مكانه ياخد 20000، والتاني ياخد 43000. انا عايز عداله. طيب والشركات اللي ما بتديش العاملات او العاملين بتوعها الا 1400 1300 اشتكوا لمين مسؤول وما خدش حقه. خايفين اللي اشتكوا شفت باخد اتفصلوا. ايه؟ انا بقول لك لما بيبلغ اللي الزعيم اشتكوا اتفصلوا. لا لسبب ما وصلتش للزعيم من تحت لتحت. نوصلها ازاي؟ توصلها ازاي؟ اه زي ما الواد اللي الظابط اهانه بلغ بطريقته. بلغ بطريقته. لكن انت خايفه لا انا وساكته. مش خايفه، انا ما مش اقصدش انت دعوة. يعني. لا مش انت يعني. انا بقى بتكلم اللي هو خايف اللي انت قلت بيخافوا. اه ساكت. طب ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ اللي اتكلموا اتفصلوا فعلا. لان شكوتهم ما وصلتش الا لعدد محدود مش مسؤولين مع بعض بارتيتا مع بعض. تمام؟ زي ما انت تشتكيني الشكوى بتاعتي توصل، انا شاكي رئيسي تقومي باعته الشكوى بتاعتي اللي انا بعتها لك وانت الكبيره تبعتها الرئيسي اللي انا شاكيه هينصرني على نفسه؟ لا طبعا. اشتكي البنت اللي امها زي ما يعني لا بيبقى في طرق. اشتكي الطرق القانونيه ما نفعتش. في موقع تقريبا ما انا لكل عايزه وزارة اوصل فيه. للموقع ده. بس اعملي لرئاسه الجمهوريه احسن. نعم. رئاسه في الجمهوريه عابدين في مكان للمراسلات بتاعت رئاسه الجمهوريه جوه تقديم اي دلوقتي نوع من المستشار الشكاوى. ممكن على الاونلاين. وهناك في ناس لما تروح في موقع الرئاسه أونلاين نفسها. هتلاقي في استاذه بتاخد المكتبات منك أفضل. الشكوى. والرقابه الاداريه وزاره الداخليه كل دي بتقدم لها الشكاوى. ولو رحت الرئاسه هتلاقي في زميله استاذه هناك او اي حد ما تسكتش عن مكتب العمل. ما يسكتش. لا سيبك بقى. تعبنا ان احنا بنسكت. المكتب متابع الوزير تمام. هيلعبوا مع بعض. انا بقول لك لا، كده لا، لا. على فكره انا عمري ما بلغت اي واحد